حرص الأيام اللي فاتت عدد من نجوم الفن على مشاركة متابعيهم وجمهورهم بالصور من تواجدهم في مناسك الحج وأثناء الوقوف على جبل عرفات، حيث يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك. تعالوا نشوف مين من الفنانين حج السنة دي. نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة ليها من داخل الحرم المكي بملابس الإحرام البيضاء، وكتبت على الصورة: حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل عام ونحن بخير جميعا. وحرصت كمان الفنانة صفية العمري على أداء فريضة الحج رغم مرضها الشديد، وزارت الفنانة صفية العمري على كرسي متحرك أثناء تأديتها لمناسك الحج، وكتبت على الصورة: أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك إن شاء الله. ونشر الفنان عمر كمال صورة من داخل الحرم المكي بملابس الإحرام، وكتب عليها: كل سنة وحضراتكم طيبين. غير الإعلامية والفنانة منى عبد الغني عدد من الفيديوهات أثناء تواجدها في الحرم المكي، وكان من بينهم فيديو مع سيدة وقفت تطعم الحمام الموجود داخل الحرم، وعلقت على الفيديو: الست الطيبة قررت تقف في الحر وتأكل الطيور وتاخد الثواب، ويمكن يكون مدخلها للجنة إن شاء الله. وكان الفنان هشام ماجد من بين الحجيج هذا العام، ونشر صورة ليه خلال مناسك الحج والذهاب لجبل عرفة، وكتب على الصورة: كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم. لغير الفنانة شيماء سيف اللي نشرت بعض الصور ليها أثناء تأدية مناسك الحج، ونشرت بعض الصور ليها على حسابها الرسمي انستجرام.